يا رب يا رب، هو الاهلي محتاج مجامله؟ الاهلي محتاج مجامله؟ ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، ما فيهاش ريحه ضربه جزاء، ما لمس رجله، ما جاش جنبه، واللعيب رافع ايده كده وبعد رجله عنه. ده انا لدرجه يا جماعه هتجنن، ده انا جبت فرد الكاوتش اشمها اشمها اشوفه لمسوه ما لمسهوش، ولا مذيع المباراه اول لما الاهلي جاب جول قال لك يا جماعه المكنه طلعت قماش، المكنه طلعت قماش. ولما بيراميدز حط الثاني قال لك اللعيبه كانت مسريعه وشربت ميه وحطت الجون الثاني. طب يا عم قول يا رب، عقبال ما تشربوا من ميه زمزم قول اي حاجه. واما الاهلي حط الثاني قال لك هتقولهم لي نيلي هقولهم لك شرهان لغايه اما جه وخلص علينا المعلم قفشه، وخلص علينا قفشه وفكرنا بالقضيه. هو احنا طرف؟ انا كنت قاعد هادي من اول المباراه وقلت احنا مش طرف، انا هتفرج على مباراه عاديه. فجاه لقيت نفسي اتحولت، فجاه لقيت نفسي بشجع بيراميدز. هو محدش عارف يفرحنا؟ دي احنا بنقول يا رب يا رب بيراميدز ياخد الدوري. وعاوز اعرف هو مين اللي كان قاعد في الفار؟ مين اللي قاعد في الفار؟ الناس بتوع اسبانيا ولا عم زباغ بتاع البيضه والحجر؟ عم زباغ بتاع البيضه والحجر. ليه يا رب العكننه اللي احنا فيها؟ ليه جمهور الزمالك، ليه جمهور الزمالك مستكترين على الفرحه؟ نفسنا نفرح، نفسنا بيراميدز ياخد الدوري. ما هو مش الزمالك بس حد ياخد من الاهلي الدوري. النهارده كنا متاكدين ان بيراميدز هيكسب وهنفرح كلنا، وجمهور الزمالك هيبقى فرحان. الاهلي نكد علينا كالعاده، الاهلي نكد ما بيدوناش فرصه، ما بيدوناش فرصه نفرح. لازم يخلصوا علينا، لازم يقضوا علينا نفسيا ومعنويا. طب لغايه امتى؟ ادي بيراميدز النهارده مجله الزمالك بتقول لك لو بيراميدز فاز ان شاء الله هيبقى الزمالك ايه؟ مش هياخد الدوري. لكن لو الاهلي كسب الاهلي هيخلينا ان احنا ممكن ناخد الدوري. احنا هناخد دوري ايه؟ ده بيراميدز اللي فرق عندنا ب 1600 نقطه اتغلب من الاهلي، والاهلي هيحصله. والاهلي بيقول لك ايه دايما؟ اللي يحصلني يكسرني، اللي يحصلني يكسرني. طب هنعمل ايه تاني؟ بيراميدز وشجعنا بقالنا اسبوع بنحفز لعيبه بيراميدز واحنا مش طرف في المباراه، لكن نفسنا حد ياخد الدوري غير الاهلي عشان نارنا تهدى، عشان نارنا تهدى. حرام عليكم يا جماعه، حرام عليك يا حكم، يا حكم دي انت جاي واخد الشيء الفلاني، واخد الشيء الفلاني، الراجل ما لمسهوش. وفي الاخر عم قفشه لازم يفكرنا بالمعاناه بالقضيه ممكن. وخلصت الحكايه وخلصت الليله وبقت ليله زرقاء علينا.